بسم الله الرحمن الرحيم. بما ان النهارده التلات اكتر يوم الناس مش بتحبه، واكيد كان يوم حر وقرفان من الشغل وزحمه المواصلات، فاجيلك انا بقى علشان اروق عليك وافرفشك كده، لاني بهتم جدا بصحتك النفسيه وما احبش اشوفك مضغوط. فاكر حلقه كبر الجي وروق دي؟ ما انا كنت عاملها علشانك، لاني بهتم جدا بالصحه النفسيه وما احبش اكون مضغوط، واي حد يعرفني او قريب مني هيكون عارف المعلومه دي كويس قوي. وعلى ذكر الضغط النفسي، تعالى نفتح مع بعض موضوع واقول لك معلومه عابره. تعرف ان الشعب الياباني مضغوط نفسيا؟ ايه؟ اليابانيين شعب مضغوط نفسيا؟ كوكب اليابان والانمي والناس اللي شكلهم كيوت دول مضغوطين نفسيا؟ لما دول مضغوطين نفسيا امال احنا نبقى ايه؟ انت بتتعصب عليا ليه دلوقتي ها؟ وبعدين هو انا عمري جيت قلت لك كلام ومشيت؟ ما انا هنا معاك اهو علشان اقول لك الناس دي ايه اللي ضغطهم نفسيا. يلا يلا اتفضل اقعد واستريح علشان اشرح لك. اليابان زي ما هي دولة متقدمة تكنولوجيا ومستوى التعليم فيها عالي، لكن البلد دي يا سيدي الفاضل العلاقات البشرية فيها في النازل مش في الطالع، والترابط المجتمعي والأسري هناك وصل لمرحلة خطيرة، والصحة النفسية للناس هناك وخصوصا الشباب مش قد كده. وده ياخدنا لأسوأ حاجة، وهي إن معدلات الانتحار هناك عالية جدا. بس السؤال اللي هيجي في دماغك دلوقتي، إزاي بلد بالتقدم والتطور ده يكون فيها المشاكل دي كلها؟ المفروض يعني نلاقي معدلات السعادة والرفاهية هناك عالية والناس كلها مبسوطة والدنيا كويسة والكلام ده كله. يعني أحب أقول لك ما بتتحسبش كده صح. حسب الإحصائيات الرسمية فاليابان حصل فيها أكتر من 20200 حالة انتحار في سنة 2024 بس، وده في بلد تعداد السكاني 123 مليون نسمة، فالمعدل ده كبير جدا على فكرة. والأسوأ كمان هو زيادة معدل انتحار الطلاب. يعني هنلاقي إن عدد المنتحرين من الطلاب في المراحل من الابتدائي لحد الثانوي وصل ل 507 حالة، وده رقم قياسي في اليابان. وعلشان تعرف قد ايه موضوع الانتحار ده مرتفع في اليابان، خليني اقول لك ان المعدل هناك تقريبا 16 حالة لكل 100,000 شخص. وده ياخدنا بقى لسؤال مهم، هو ليه كده؟ ليه مثلا التقدم ده ما يخليش شعب اليابان اكثر سعادة واقل في المشاكل النفسية؟ اقول لك، اليابانيين عندهم مشاكل نفسية كبيرة جدا، وده بسبب المخاوف الصحية والاجتماعية اللي مسيطرة عليهم. يعني عادي تلاقي الناس هناك عندهم مشاكل نفسية زي الاكتئاب والقلق المزمن، وده بيسبب مشاكل نفسية اكبر وفي النهاية بيوصل للمصير المعروف. بس حوار الضغط النفسي ده بقى ما جاش من فراغ. اليابانيين شعب بيحب الشغل جدا، لا وبيموتوا فيه كمان، لا حرفيا بيموتوا فيه من الارهاق، وده بسبب ان هم بيشتغلوا عدد ساعات طويله جدا اللي في الاخر بتؤدي للارهاق. وفي سنه 2022 في تقرير طلع من وزاره الصحه اليابانيه سجلت فيه 1900 حاله ماتت بسبب ضغط الشغل بس. كمان المشاكل الاجتماعيه والخوف من الدخول في علاقات اسريه بيزود اكتر من الضغوطات النفسيه دي. وللمعلومه برضو اليابان واحده من الدول القليله جدا اللي بينخفض فيها معدل المواليد. يعني باختصار كده الناس هناك بتقل مش بتزيد، والنسبه هناك هي تقريبا 1.25 طفل لكل ام، يعني حتى مش هيكملوا الفردين بتوع الاسره. واحده من ضمن اسباب انخفاض معدل الانجاب هناك هو ان الشباب مش عايز يتجوز اصلا وخايف يفشل بشكل عام في العلاقات الاسريه. واسمع بقى اللي هيبهرك اكتر، تعرف ان في عدد من اليابانيين هناك متجوزين من شخصيات كرتونيه او افتراضيه يعني. وده قال ايه؟ ان هو بسبب ان هم حسوا بمشاعر عاطفيه معاهم وكمان حسوا بالامان. حاجه كمان من اسباب الحاله السيئه للناس في اليابان هي ان الناس هناك بيعيشوا بمشاعر مزيفه طول الوقت. تحس الناس ماشيه هناك ب100 وش بيبدلوا فيهم حسب المواقف. يعني تلاقي الواحد الصبح لابس وش الموظف ولازم يتكلم باسلوب معين وبشكل معين مع مديره حتى لو بيكرهه، وبعد الشغل يلبس وش تاني علشان يتعامل مع الناس في الشارع، واللي برضه لازم يكون بشكل وباسلوب معين. وفي الاخر يروح الياباني الغلبان لبيته علشان يلبس وش تالت يعامل بيه اسرته. حاجه في قمه الزهق والله. في النهاية أحب أقول إن اليابان زي ما فيها مميزات كتير وتقدم ونظام، هي فيها برضه عيوب أكتر وقد تكون عيوب قاتلة. ومش الشغل لساعات طويلة والتقدم والتكنولوجيا هم اللي هيجيبوا السلام النفسي للإنسان، لكن إنك تخصص وقت لنفسك في اليوم وتقضي وقت مع أهلك وأصحابك أو مع الناس اللي بتحبهم عموما، وتعرف توزن بين شغلك وحياتك أهم بكتير من أي حاجة تانية. وبس كده، ما تنساش بقى لو الحلقة عجبتك تعمل لايك وشير وتقول لنا في الكومنتات هل أنت بتعرف تشتغل تحت ضغط وبتفصل ما بين حياتك الشخصية والشغل ولا لا؟ وعلى فكرة كان معاكم مصطفى محمود، واشوفكم في حلقات جاية. سلام.